دخل إلى عالم الاختراعات وهو في سن العاشرة، وحصل على لقب أحسن ثاني مخترع على مستوى العالم، وذلك بالمعرض الدولي الرابع للاختراعات بالكويت. إنه طالب الثانوية العامة المصري طارق محمود. 8 اختراعات وقرابة 120 بحثا علميا هي حصيلة طارق حتى الآن، والذي يحلم بدخول كلية علمية تساعده على تحقيق أفكاره في المستقبل. المزيد في تقرير سمر بشات من القاهرة. على مدى 7 سنوات عكف طالب الثانوية العامة المصري طارق محمود ذو 17 عاما على ابتكار مجموعة اختراعات، كان آخرها اختراع يعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال استخدام المياه الزائدة نتيجة ارتفاع منسوب البحار في توليد الكهرباء والحصول على ماء عذب. حصل طارق بهذا الاختراع على لقب ثاني أحسن مخترع في العالم وجائزة فضية من المعرض الدولي الرابع للاختراعات بالكويت. الفايدة من الاختراع أول حاجة أحصل على طاقة كهربائية من مولدات وطاقة كهربائية من خلايا شمسية، دي أول حاجة. تاني حاجة هحصل على مية عذبة بكميات كبيرة. تاني حاجة هحصل على أملاح مهمة، على أحماض مهمة زي حمض الهيدروكلوريك، ودي قيمة صناعية. بالتالي من كل المقومات دي أنا ممكن أزرع الأراضي الصحراوية، وبالتالي الأراضي الصحراوية دي اللي تتحول إلى أراضي زراعية تسحب لي أكبر نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هي مسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. يعتمد الاختراع الذي يعتبر منظومة مكونة من 4 اختراعات يعتمد على حفر أنابيب من البحر إلى الأرض بزاوية تسمح بمرور المياه بالجاذبية الأرضية. المنظومة بتاعتي 4 اختراعات كلهم بيشتغلوا مع بعضهم، بحيث ان انا احصل على زي قفة الدومينة كده بالظبط، دايرة مقفولة. الشغل اللي في المنظومات اكترية المخترعين العالم ما بيشتغلوش فيه، لان هو بيبقى فيه سنة من التعقد، وتاني حاجة هم بيفكروا في التكلفة. يعني لازم ان لما اكون عامل منظومة ما استخدمش مواد خام كتير، ما اجيبش حاجات عشان تشغل المنظومة، لا المنظومة كلها بتشتغل من بعضيها لبعض. ظهرت بوادر حب العلم على طارق منذ أن كان صغيرا، وحرصت أسرته على توفير مكان ليكون بمثابة معمله الخاص. هو كنا بنجيب له اللعب زي أي طفل عادي، بس كان يعني مثلا يفك العربية ويرجع يركبها، دي اللي كانت يعني أعجوبة شوية، وإنها تبقى ما تشتغل تاني أو أي حاجة. يعني ممكن مش العربية بس، ممكن المسدس، ممكن أي حاجة، أي لعبة طفل. وإلى جانب الاختراعات التي وصلت إلى 8، قام طارق بعمل قرابة 120 بحثا علميا، ويحلم طارق بدخول كلية علمية تساعده على تنفيذ أفكاره في المستقبل. سمر بشات، العربية، القاهرة. وينضم إلينا من القاهرة الطالب طارق محمود الحائز على لقب أحسن ثاني مخترع على مستوى العالم. صباح الخير يا طارق. خليني في البداية أبارك لك، وبعدين أبتدي وأسألك كيف أنت أساسا جاتك فكرة أنك تشارك في هذه المسابقة، وكيف كان شعورك لما عرفت أنه فزت؟ أولا صباح النور. تاني حاجة كان اشتراكي في المسابقة هو يعني تقريبا نجاح اكتر من ان انا اخد جايزه، لانها تاني اكبر مسابقه في العالم، المعرض الدولي الرابع للاختراعات. وكان شعوري اول ما فزت بالمسابقه ان انا كنت مخضوض، وكنتش مصدق ان انا يعني خدت ميداليه فضيه في علوم البيئه والطاقه. وكان بالنسبه لي كل العلماء الموجودين حتى في المعرض باركولي جدا، وقالوا لي ان دي بدايه مش متوسطه، لا دي بدايه قويه جدا، خصوصا ان المركز الاول هو روسي عنده 77 سنه، فالفرق ما بيني وما بينه هو 60 سنه. ده بيديني دفعه كويسه، خصوصا ان اعتبر اصغر واحد موجود في المعرض. طيب هون خلينا نتعرف هيك على يعني حياتك بشكل عام. انه ان تكون مخترع ليس بالأمر السهل، وأن تكتب طبعا تلك الأبحاث 120 بحث مش مسألة سهلة، وأنت يعني لاحظنا في التقرير تهتم بعلوم البيئة والطاقة. من متى بدأت تشعر طارق بأنه عندك هذه الميول نحو يعني هذه العلوم، وبالتالي أن تصبح باحثا لتصل إلى مرتبة المخترع؟ في البداية كان بداية عادية جدا. يعني كنت في درس عادي جدا كأستاذ زكريا إبراهيم الصوفي.
لاحظ فيا ان انا نابغه في العلوم، ان عندي فكر، يعني مش مجرد ان انا باخد المعلومه احفظها احطها في الامتحان، لا عندي فكر ازاي نستخدم المعلومه دي. فقرر ان هو يجيب لي كتبه بتاعه كليات العلوم، وقعد يقرا لي، يقول لي يعني اقرا الكتب دي، يعني لحد ما حصلت على كميه كبيره جدا من المعلومات. وقال لي انت لازم تستخدم عقلك ده او علمك ده في ان انت ازاي تفيد البشريه. اما بالنسبه لل 120 بحث فكلهم كانوا في مجال الاختراع بتاعي. يعني مثلا بالنسبه لاي اختراع لازم أن تكون في ابحاث قائمه عليه، لان حتى ان تثبت صحه نظريتك او تثبت صحه الحاجات الواقعه بجانب الاختراع بتاعك. طارق، يعني أنت عمرك 17 سنة ما شاء الله، متى لحقت تعمل هذه الأشياء؟ هل بتمارس أشياء مثلا، يعني بتطلع مثلا مع أصحابك أو بتلعب بلاي ستيشن أو أي شيء تاني يعني اللي من الناس بيعملوه في عمر ال 17؟ هل عندك وقت لأشيائك التانية أنك تعيش حياة عادية يعني؟ أنا شاب عادي جدا، بسمع أغاني وبخرج وبعمل حاجات كتير جدا. متى الوقت يا طارق؟ أعطينا الوصفة السحرية، يعني أعطيني إياها. أنا دحين ماني قادرة أعمل هذه الوصفة السحرية. التنظيم بس. التنظيم يعني كل شيء يبقى في وقته، وكل شيء يبقى ليه ميعاد معين، وعدم التكاسل. يعني عدم، يعني اللي بياكل من حياة الإنسان هو الكسل والنوم. لا يعني احنا كلنا مخلوقين، يعني احنا كنا ممكن نتخلق أي جماد أو أي حيوان تاني. احنا مخلوقين بني آدم، يبقى أكيد في رسالة احنا بنأديها. فنأديها، يعني لو كل واحد سأل نفسه ايه رسالتي كمخلوق إنسان، هيعرف ازاي ينظم وقته ويعرف ازاي يصل الى هدفه. طيب طارق، يعني مسألة البحث العلمي وأن يسعى الإنسان من أجل اختراع ما، لابد من أن يكون محتاج مثلا إلى عناصر، إلى مواد، إلى ما دون ذلك أن تتوفر حتى يعني يواصل هذا البحث. قديش تجد إما صعوبة أو سهولة في أن تتوفر لديك كل ما تحتاجه في سبيل علمك؟ الحكايه دي بترجع اولا، الشغل بيبقى في البدايه بالنسبه للاختراع بيبقى على الورق كله، بيبقى نظريا. بعد كده بنيجي اما نيجي نطبقه علميا، او بمعنى صح نعمل له بروتوتايب معين. اي نعم بنلاقي صعوبه، لكن بتهيألي ان مجرد انت تفكر في مشروع كبير او تفكر في فكره كبيره وتثبت صحه فلسفتك او نظريتك فيه، فممكن يعني بتهيألي ان انت تعمل بروتوتايب او تعمل شكل مصغر من الاختراع. مش دي المشكله. المشكله الاكبر ان قدامك مشكله بتواجه المجتمع في كيفيه حلها. لكن بالنسبه للادوات او كده، فممكن بستخدمها من حاجات موجوده في البيت، او ممكن بنزل مناطق معينه متخصصه في الحاجات دي وبجيبها وبجمعهم اعمل بروتوتايب ليه فاعليه زي فاعليه الاختراع، اللي يعني الشكل اللي مراد تنفيذه بالظبط. طيب طارق، ايش تحب تتخصص في الجامعه وفين تحب تروح تدرس؟ انا اتمنى يعني دي امنيتي الكبيره جدا ان انا التحق بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. ده يعني الهدف الاول في حياتي. اما بالنسبه للتخصص فانا عندي استعداد ان انا ادرس كل العلوم بتاعت الدنيا كلها، حتى لو كانت العلوم ادب او فقه او فلسفه، غير يعني العلم عموما. يعني انا بحب العلم عموما، مش حكايه ان انا متخصص في العلوم. وخصوصا ان المنظومه بتاعتي بتحل مشاكل سياسيه واقتصاديه تانية، يعني المنظومه مش بتحل مشكله علميه بس. يعني يبدو ان المشاكل السياسيه الوحيده اللي مش عم تنحل. فعلى كل حال طارق، كل عالم أو هناك خلينا نقول بعض الاختراعات ارتبطت باسم عالم معين. قديش تطمح بأن يكون لك شيء معين تقدم له اختراعه أو اكتشافه ويرتبط باسمك؟ يعني شو الشيء اللي بتفكر فيه أنت؟ بص حضرتك، انا كل ما تمنيته ان انا يعني اكون في معملي واطلع حاجات تفيد البشريه دون ان يعني ما اكون ما وصلت للشهره اللي انا فيها دي. بس يعني حضرتك شايف ايه اللي حصل. يعني انا كنتش متوقع كده خالص. اما بالنسبه للاختراع اللي نفسي يرتبط باسمي، فنفسي ما يكونش ليا حاجه واحده. يعني مثلا زي اينشتاين ليه نظريه النسبيه او غيره مرتبط بحاجه. انا نفسي يبقى متفرع متعدد الفوائد للبشريه عموما. وانا عموما بكره الطاقات والحاجات الجديده اللي اثرت في البيئه جدا، لان انا شايف ان الانسان هو
يعني ايه احدث مخلوق على وجه الارض، فبالتالي يجب عليه احترام البيئه اللي هو موجود احدث صحيح. كائن عليها. نعم. فبالتالي احنا فقدنا الاحترام للبيئه، فيجب ايه يعني ده هدفي ان انا اعيد احترامها للبيئه، وازاي نستغل الطاقه اللي موجوده في البيئه في انها تيسر لنا حياتنا دون النظر الى بعض الطاقات الاخرى زي الطاقه النوويه وغيرها اللي بتسبب ضرر نعم. كبير للبيئه. طيب احنا في الواقع يعني بدي اشكرك واقول لك انه راح نتبع بصباح العربيه نشاطك العلمي واي شيء يعني تقدمه تخترعه تكتشفه. نعدك في ان تكون ضيف في صباح العربيه معنا من القاهره الطالب العالم الصغير دعوني اقول طارق محمود الحائز على لقب احسن ثاني مخترع على مستوى العالم. انت فخر للعرب، شكرا جزيلا لك. الآن نتوقف مع فاصل قصير، بعد ذلك موجز الأنباء ثم العودة إلى فقرات صباح العربية.